السلام عليكم. اهلا بيكم في 5 هندسة. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في اختبارات الخرسانة الطازجة. ايه هو الاختبار ده؟ الاختبار ده هو الكون تيست او اختبار هبوط الخرسانة او اختبار المخروط الخرساني. نحب نسأل نفسنا كذا سؤال. ايه هو اصلا السلامب تيست؟ ايه هي الادوات المستخدمة في الاختبار ده؟ ايه هو الغرض من الاختبار؟ وازاي نعمل الاختبار ده؟ وفي الاخر ايه النتائج المرجوة من الاختبار؟ اول حاجة الادوات المستخدمة، وهو السلامب كون او الشكل المخروطي. طيب ده بيبقى عبارة عن قمع مخروطي ارتفاعه 30 سنتي وليه قطرين، قطر سفلي وقطر علوي. القطر السفلي بيبقى 20 سنتي والقطر العلوي بيبقى 10 سنتي. 2. مطرقة الدمج أو قضيب الدمج. 3. القاعدة المعدنية أو البليت المعدني أو الخشبي، ولازم يبقى مستوي ومحطوط على مكان مستوي. 3. المسطرين أو بيقولوا عليه المجراف، علشان نملي بيه الخرسانة في المخروط. وبعدين المتر عشان نقيس بيه مقدار الاختبار. طيب ايه هو الغرض من الاختبار؟ اول حاجة ان احنا بنحدد قابلية تشغيل الخرسانة او الوركابيلتي. تاني حاجة هي ايه؟ قالك التأكد من نسبة المية المناسبة، وان الخلطة قابلة للصب بسهولة، والكشف عن اي مشاكل محتملة في الخلطة مثل الزيادة او النقص الشديد في المية، وبالتالي بيساعد المهندس في قبول او رفض الخرسانة قبل صبها. طيب ازاي نعمل الاختبار؟ اول حاجة بيتم تنظيف البليت اللي هيتصب عليه الخرسانة، ولازم يتحط على ارض مستوية ما يكونش مايل. طيب بعد كده بنحط الكون او المخروط، وبيتم ملء المخروط ده على 3 طبقات. 3 مرات بنملاه على 3 مرات، كل مرة بندمجه بيها 25 ضربة باستخدام عصا الدمج. وبعد ما نخلص ان احنا نملى المخروط ده بيساوي السطح جيدا، وبعدين بيرفع المخروط بطريقة عمودية وببطء. يعني الكود بيقول لك من 5 ل10 ثانية. وبعد كده بنقيس مسافة الهبوط بين ارتفاع المخروط وارتفاع الخرسانة بعد الهبوط. بعد كده بنشوف النتائج اللي هتحصل. أول حاجة هنشوف شكل انهيار العينة أو شكل الهبوط. لو الهبوط منتظم يبقى الدنيا معانا تمام. طيب لو حصل ان انهارت الخرسانة او هبطت الخرسانة على احد الجانبين، ده بيبقى اسمه انهيار قص. طيب لو الخرسانة نزلت كلها او هبطت كلها، ده طبعا بتترفض وبيبقى انهيار كامل للخرسانة. طيب الكود قال ايه؟ قال لك والله ان معظم الهبوط او معظم الاختبار اللي هو الكون تيست ده في حالة استخدام مضخة لازم بيبقى مقدار الهبوط من 10 ل 18 سنتي. ولو وصلت معانا للنهاية أحب أفكرك إن أنت تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم مع 5 هندسة.